قصتنا النهاردة مش من وحي الخيال، لأ، دي حقيقية ومتوثقة في السجلات التاريخية للقرن ال16. معاكم دنيا دراز وانتوا بتشوفوا تقارير دنيا. في بداية القرن ال16 وتحديدا في عام 1518 في مدينة ستراسبورغ في فرنسا اللي كانت وقتها تابعة للإمبراطورية الرومانية، خرجت امرأة تدعى فارو تروفيا إلى الشارع وبدأت بالرقص من غير ما يكون فيه أي أغاني أو مزيكا أو حتى كانت بتدندن مع نفسها. لأ، دي كانت بترقص في صمت تام. في الأول الناس بدأت تضحك وتتريق عليها، لكن الغريب إن الست دي ما بطلتش رقص واستمرت في الرقص، مش مجرد ساعة أو ساعتين، لأ دي فضلت أسبوع كامل ترقص بدون توقف، كل يوم لحد ما تتعب ويغمى عليها من التعب وترجع تاني يوم تكمل رقص. والغريب بقى إن خلال الأسبوع ده انضم ليها عدد من الأشخاص اللي كانوا بيعملوا نفس اللي هي بتعمله لحد ما وصلوا ل30 شخص، واستمر عددهم في التزايد لحد ما وصلوا ل400 شخص. نبلاء المدينة لما شافوا إن العدد بيزيد استعانوا بالأطباء عشان يشخصوا الحالة دي، وكان رأي الأطباء إن حالة الرقص المستمر دي نتيجة حمى لارتفاع درجة حرارة الدم في الجسم، وكان حلهم إن الحكومة تفتح أماكن للرقص عشان الناس دي تطلع طاقتها فيها وتتخلص من الحمى مع توفير عازفين وآلات موسيقية. وبالفعل الحكومة استجابت لرأي الأطباء وفتحت منصات خشب ووفرت لهم عازفين يعزفوا لهم ليل ونهار بدل الصمت الغريب اللي كانوا بيرقصوا فيه ده. الحكومة بعتت العازفين للناس اللي بترقص في الشارع وفضلوا يستدرجوهم لحد ما وصلوا للمنصات اللي بنتها الحكومة. ولكن بعد أيام وأيام من الرقص المستمر توفوا كل الأشخاص اللي اتصابوا بالمرض ده. الأطباء وقتها قالوا إنهم توفوا نتيجة الإرهاق وعدم الأكل والشرب، وفي اللي توفى منهم بسبب السكتات القلبية. وفي الآخر انتهى الوباء الغريب ده زي ما بدأ ومحدش قدر يعرف له سبب. ظهرت نظريات كتير في العصر الحديث بتحاول إنها تفسر اللي حصل. النظرية الأولى وهي الضغط النفسي والتوتر. الوقت ده كان الشعب بيعاني من المرض والفقر والظلم، وكان منتشر فيه المجاعات، فطلعت النظرية دي إن كل اللي حصل ما هو إلا اضطراب نفسي جماعي، واللي بيتضمن إن عدد من الأفراد بيظهروا نفس السلوك الغريب فجأة. والنظرية التانية بتقول إن كل ده حصل نتيجة تسمم غذائي ناتج عن مواد كيماوية سامة وزاد تأثير نفساني، وده بسبب فطريات بتنمو على الحبوب اللي كانوا بيستخدموها وقتها في صناعة الخبز. ولكن النظرية دي حصل جدال كبير فيها بسبب إن وباء الرأس ده لما حصل في أماكن وبلاد كتير تاني غير المدينة اللي احنا بنتكلم فيها، زي هولندا اللي فضل 200 شخص فيها يرقصوا فوق نهر اسمه نهر موسيل بطريقة متواصلة لحد ما الجسر اللي تحتهم انهار وكلهم وقعوا في النهر وغرقوا. غير انه حصل تاني في ألمانيا الغربية وشرق فرنسا، وكل مدينة وبلد ليها مناخ مختلف وبيستخدموا محاصيل مختلفة، فكانت النظرية دي ضعيفة وحصلت على جدال كبير. والنظرية التالتة بتقول إن الموضوع له علاقة بالقديس الكاثوليكي سانت فيتوس اللي كان الأوروبيين وقتها عندهم الاعتقاد بأنه يستطيع لعن الناس،
وإن هو اللي أصابهم بوباء الرأس ده. النظرية الرابعة بقى، ودي الأغرب فيهم، بتقول إن كل الناس اللي دخلوا في نوبات الرأس كانوا بينتموا لطائفة دينية متطرفة، وهي اللي طلبت منهم الرقص لحد ما يموتوا. والشهود وقتها قالوا إنهم كانوا سامعين الناس اللي بترقص وهم بيصرخوا بأسماء شياطين، وكانوا بينفروا بشكل غريب من اللون الأحمر. وفي النهاية هيفضل لغز الوباء ده من ألغاز الدنيا اللي ملهاش تفسير. تفتكروا أنهي نظرية ممكن تكون صح، ولا ممكن يكون سبب غيرهم كلهم؟ ما تنسوش تكتبوا تعليقاتكم برأيكم في الفيديو وفي القصة العجيبة دي، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير، وانتوا كنتوا بتشوفوا تقارير دنيا.